حركة خد الراس اهي حركة الله وايدين مم. ما شاء الله. حركة ايه ورجلها ازيكم يا حبايبي. انا كنت حصل لي مشكله في الفيديو ده لاني منزلاه على البيج عندي على الفيس، فاليوتيوب اعتبره محتوى معاد وعمل لي مشكله على القناه، وانا طبعا حملته وبنزله تاني وبغير فيه مختلف عن اللي على الفيس، عشان كده الفيديو ده نزل تاني. واتمنى ان كنتوا تشوفوه وتعملوا لايكات، وبحبكم كلكم. شوفوا الفيديو للاخر. احنا عاملين ايه؟ زيكم يا فانزاتي من جميع انحاء العالم. ان شاء الله فيديو جديد النهارده هيعجبكم جدا، هو معرفة نوع الجنين برضو من اول شهر بطريقة جديدة معانا. ان شاء الله هتعجبك جدا جدا وهتعرفي لوحدك. بشكر كل حبايبي اللي بيتواصلوا معايا على الواتس وبيبعتوا لي صور السونار بتاعهم، وربنا بيقدرني وبقول لهم على الحقيقة، وان انا بطمنهم، وطبعا ربنا يجعلني يا رب خير ليكم، وتتفائلوا بيا كده ان شاء الله وربنا يقومكم كلكم بالسلامة يا رب. طيب دلوقتي معايا طريقة جديدة جميلة جدا وبسيطة جدا، هي مش جديدة، هي من زمان من قديم الأزل كانوا بيعرفوا بيها طريق يحددوا نوع الجنين عن طريق الفتلة والخاتم. عن طريق الفتلة والخاتم. تعالوا كده اما نشوف مع بعض. اول حاجة الطريقة دي صادقة جدا، انا جربتها في كل حمل ليا كانت بتكون صادقة جدا جدا. وهي سهلة وبسيطة. اول حاجة انت هتجيبي خاتم وهتعلقي فيه اي فتلة عندك، خاتم ذهب يعني يفضل ان هو يكون ذهب او دبلة. تمام. وهتبدأي تسلطيها على سرة بطنك كده، على بطنك وانتي قاعدة. لو مشت بالطول يبقى الجنين ولد، لو مشت بالطول يبقى الجنين ولد. اما لو لفت كده عملت دايرة كده يبقى الجنين ايه؟ بنت ان شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. تعالوا نطبق مع بعض كده ونشوف. حبايبي اهو الخيط عادي خالص، انا جايبه لكم ملون عشان تعرفوا بلاش ابيض او يعني عشان تعرفوا ان تميزوا بين اللون يبقى باين في الفيديو يعني. وده خاتم. تمام. ده خاتم ذهب يعني اي خاتم، لو دبلة حتى اي حاجة اي خاتم يعني. فاهميني؟ طيب قبل ما اعمل اي حاجة اولا بصوا انا في الخامس. انا من النوع اللي ما بسألش الدكتور على الجنين على فكرة. يعني انا ما بسألش الدكتور على الجنين، والدكتور مش هيقولي من غير ما اسأله، صح؟ فانا عارفة انا يعني في بطني ايه، وان شاء الله كلنا نقوم بالسلامة يا رب. وانا مجربة الموضوع ده في اولادي اللي قبل كده يعني 4 مرات، يعني اللهم بارك بسم الله ما شاء الله، مجرباها والحمد لله كان بتطلع النتيجة 100% صحيحة. يلا بقى كده نشوف. بصوا حبايبي اهي بطني اهيت، وهسلطها كده بس، هتسيبيها بس هي تتحرك هي لوحدها. دي اللفة دي عادية، هي لسه بتمهد. شوفوا هي بدأت اهيت. بصوا يا جماعة على فكرة ايدي مش هتحركش اهوت. شوفوا هي دلوقتي بتعمل ايه؟ بتعمل زي حاجة بالطول كده، حاجة بالطول كده زي الايه، زي الهلال كده يعني ايه بالطول كده، يبقى الجنين معناه ان الجنين ايه؟ ولد. تمام اهو. شوفوا ما شاء الله بتجري بسرعة الجنين كده، معناه ان هو ولد. تمام تمام تمام. خلاص كده هنوقفها بقى خلاص. شوفوا انا ماسكاها والله العظيم. بصوا اهوت، امسكوها كده. تمام. وقربوها من السرة من النبض وهي لوحدها هتلف، يعني اول ما تبدأ تلف اللفة اللي هي العادية في الاول دي
دي ملهاش اي علاقة. تمام. بعد كده بتبدأ بقى ايه اهو كده بقى، هي ايه بتقولك اللي جوه ايه. عملت شكل طولي اهو، عملت شكل طولي كده، معناه ان الجنين ولا حول ولا قوة الا بالله ولد. تمام. انا كنت عملتها في رفيدة بنتي، عملتها في رفيدة ولقيتها مشت زي الدايرة كده. لحظة انا هعملها لكم، انا هبينها عن بطني عشان مشت زي عملت دايرة. بصوا دايرة بتبقى تعملها، بترسمها كده، هي بترسمها يعني الخاتم وهو ماشي بيقوم يمشي على شكل دايرة، بيعمل كده بيلف كده، كانت بتلف كده في رفيدة، بتلف كده على الواسع، بتاخد محور واسع وتقوم لفة تعمل ايه، بتعمل دايرة كده، تعمل دايرة. تمام. وربنا يقوم كل حامل بالسلامة يا رب. وان شاء الله وانا اصلا يعني مش بسأل بصراحة الدكتور، ولكن انا مش هنزل لكم الفيديو ده غير بعد اسبوعين لما اسأل الدكتور، والدكتور يقول لي بالظبط هو ايه، لان انا في كل يعني الحمد لله انا بعرف من اول اسبوع يعني. ان شاء الله هسأله عشان كمان اكون صادقة معاكم، والدكتور هيقول لي ايه ونختار الاسم سوا باذن الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا قلت لكم ان انا مش هنزل الفيديو ده غير لما اسال الدكتور واتاكد بالظبط. انا تقريبا كده في السادس، وان شاء الله زي ما قلت لكم بالظبط، والدكتور قال لي ان هو ولد ان شاء الله. اختاروا معايا بقى الاسم يكون بحرف الياء زي يوسف ويحيى. تمام. انا عندي يوسف ويحيى، اختاروا لي انتوا كمان ولد بحرف الياء، يعني على نفس الريتم. انا ناويه ان شاء الله ان انا اسمي ضياء على اسم اخويا، ولكن الناس بيقولوا لي انت بداتي بحرف الياء وسميتي على اسامي الرسل والانبياء وكده، فلازما يعني تكملي على، وانا محتاره برضو. حدش يقول لي يونس ولا ياسين، ما تقوليش لا يونس ولا ياسين لان مش هسمي الاسماء دي. شوفوا لي حرف ياء يكون مناسب، عشان زي ما قلت لكم انا مش هنزل الفيديو غير لما اتاكد من الدكتور. زي ما قلت لكم عشان اكون صادقه معاكم، انا جربتها على نفسي رغم ان انا مجرباها كتير جدا، وعلى صحابي وعلى قرايبي واحبابي مجربينها جدا واقتنعوا جدا بكلامي يعني، والحمد لله دي موهبه من عند ربنا. وربنا يقدرنا على فعل الخير ويقدرني يا رب افيدكم. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وشوفوا طبعا الصيام مبهدلني اصلا ويلا بقى مع السلامه، منسوش لايك واشتراك ودعموا القناه اللي مش راضيه تكبر خالص دي. مع السلامه.